منبهك رن الصبح، صحيت وانت مقرر اللي انت تروح تزور اهلك اللي انت بقالك سنين ما رحتش تزورهم. سافرت ودخلت عليهم وبدأت تسلم واحضان وبوس، بقالك كتير ما شفتهمش، عمك وعمتك، لحد ما جيت عند ابن عمك ومديت ايدك بعشم كده عشان تسلم عليه. قام باصص لك بصة من فوق لتحت كده، بصة وحشة جدا، وبعد عنك. وانت بكل تعجب كده بتبصله كده، وقربت منه وحاولت تاني تسلم عليه، وكل اللي واقفين مستنيين يشوفوا ايه نهاية القصة دي، وانت لقيت نفسك محروق كده عشان ابن عمك مش راضي يمد ايده يسلم عليك. قمت جاي انت واخد الخطوة ودخلت عليه حضنته وعشان تبوسه كمان، لقيته بعد عنك كده وهو قرفان، وسابك وجرى ودخل الحمام، قلع هدومه واستحمى وخرج. الموضوع غريب، بس انت عارف المريب بقى، اللي هو بعد ما خرج من الحمام وغير هدومه وخد دش، رجع تاني كرر الموضوع ده 5 مرات، لدرجة انت ما كنتش عارف هو انت معفن، هو بيعمل كده ليه، هو انا معفن فعلا عشان يعمل كده. الموضوع ده فضل شاغل دماغك، ولما خلصت الزيارة ورجعت بيتك تاني قررت بقى اللي انت تقعد تفكر كده وتشوف اللي حصل ده موضوع غريب غير منطقي، ايه اللي بيحصل ده، وتقعد تفكر وتتصدم وتكتشف ان ابن عمك عنده مرض الوسواس القهري. والوسواس القهري ده مرض نفسي بيتسبب في تكرار الافكار والاحاديث اللي مش مرغوب فيها، وبيكون عندك الرغبة اللي انت تعمل نفس الحاجة وتكررها كذا مرة، ده بالإكراه كمان. المشكلة اللي انت ما بتبقاش عايز تعملها، بس بتحس اللي في قوة جواك كده بتخليك تعملها. الوسواس القهري ده ملوش علاقة بالعادات، زي أي ظاهرة تانية بتحصل لك، زي ظاهرة التفكير السلبي كده. الوسواس القهري طول عمره ملوش دعوة بالعادات خالص. لو انت مصاب بالوسواس القهري هيكون عندك عادة بتجبرك على اللي انت تكرر حاجات انت مش حابب تكررها، زي مثلا اللي انت تغسل ايدك 7 مرات عشان ايدك لمست حاجة متوسخة، انت من اساسه من جواك ما تكونش عايز تغسلها، او عايز تغسلها مرة واحدة بس كفاية، بس بتبقى انت ساعتها حاسس بالعجز ومش عارف تسيطر على أفعالك، بتعمل حاجة أنت مجبر عليها. أي حد فينا عنده عادات وتقاليد بتتكرر، بس إحنا بيبقى عندنا الرغبة في تكرار العادات ديت، إحنا بنبقى عايزين نعملها عشان كده بتتكرر وإحنا مبسوطين. بس الناس المريضة بالوسواس القهري أفكارهم بتتكرر بس بتبقى خارجة عن السيطرة، ممكن يقعد أكتر من ساعة يعمل حاجة وهو من جواه مش عايز يعملها، صدقني ما بتكونش فيها متعة، ده بيكون كاره اللي هو بيعمله ده. مريض الوسواس القهري ده بيبقى صعب عليه جدا اللي هو يشتغل او يعيش حياة اجتماعية، يعني حرفيا حياته متدمرة. الوسواس القهري ليه اشكال وانواع كتير، بس معظم الحالات اللي بتحصل في العالم ما بتعديش ال4 انواع اللي انا اقولهم لك دول. الحالة الاولى اسمها التحقق، وفي الحالة ديت بيتصاب الشخص بوسواس التحقق، يعني من الاخر يروح يقفل القفل ويرجع يتأكد اللي هو مقفول ولا لأ، يطفي النور بتاع الأوضة ويمشي شوية ويرجع يبص يشوفه مطفي ولا لأ. الإنسان ساعتها بيبقى حاسس اللي هو عنده حالة اسمها الانفصام، بس هو عنده وسواس قهري بس هو مش حاسس. الحالة التانية اسمها التلوث، المريض في الحالة ديت بيكون عنده هوس النظافة، بيخاف من أي حاجة وسخة، بيفضل ماشي في البيت أو ماشي في الشغل بتاعه يفضل ينظف أي حاجة وسخة مش وسخة يقعد ينظف فيها، بيخاف من أي حاجة شكلها وسخ، يغسل إيده كتير لو لمس حاجة وسخة، بيتعامل مع المجتمع على إنه مجتمع أوساخ. الحالة التانية اسمها الترتيب، والمصاب في الحالة ديت بيبقى عايز يرتب كل حاجة بطريقة معينة، ولو حاجة حصلت فيها ممكن يموت فيها، طريقة مزعجة جدا، عايز يرتب كل حاجة، بيفضل ماشي يرتب أي حاجة الترتيب المعين اللي في دماغه، ولو حاجة باظت ممكن يهد كل اللي عمله تاني ويرتبه من الأول. الحالة الرابعة اسمها الهواجس والإكراه، والمصاب في الحالة ديت بيكون عنده أفكار جوه دماغه وهو عارف إن الأفكار دي داخلة عليه وغريبة، بس برضك بيعملها وهو مبسوط ومجبر في نفس الوقت، ولو هو بيعمل حاجة فيهم ووقف في النص بيحس بالذنب وممكن يبدأ يعملها من أول وجديد عشان الذنب ده يروح. الوسواس القهري فيه أشكال تانية كتير، زي مثلا إن المصاب يخاف على نفسه، يخاف من اللي حواليه بطريقة غريبة جدا، أو يخون حبيبه أو صديقه ويقول عليه بيخونه، ومهما كان التبرير بيبقى صعب اللي هو يصدقه لأن جواه أفكار هو مصدقها،
فصعب اللي هو يصدقك. مريض الوسواس القهري بيخاف يمسك مقابض الباب، بيخاف يسلم على حد، بيخاف يستخدم الحمامات العامة. انت عارف كل الحاجات اللي انا قلتها لك ديت مش غريبة، ده مريض الوسواس القهري معروف وموجود في وسطنا، وناس كتير قوي عندها نفس المرض ده وعايشة وبتتعايش مع الناس عادي. بس انت عارف الخطير؟ تعالى بقى وانا اقولك على الاخطر بتاعه. انت عارف لما تكون مجهد وفي نفس الوقت انت عندك وسواس قهري، الموضوع ده بيبقى اسوأ من ان انت يبقى عندك وسواس قهري بس. ده اللي الدكاترة قالوا ان مريض الوسواس القهري عادي بس مش مجهد، ممكن يتعايش ما بين الناس، بس الحالة بتبقى اسوأ لما يكون عنده اجهاد نفسي. والدراسات العلمية اثبتت ان هو بيجي للستات اكتر من الرجالة، واعراض المرض ده بتظهر بدري شوية في مرحلة المراهقة او في مرحلة الشباب. مع ان الوسواس القهري ممكن يصيب اي حد، كبير صغير شاب، كبير في السن، هيموت بكرة بس هيصيبه برضك، يعني ما بيفرقش. من الحاجات الخطيرة اللي ممكن يعملها في الشخص ده اللي هو يسبب له قلق وتشنجات واكتئاب. ممكن يحصل لحد صدمة في حياته فتسبب له وسواس قهري، يعني حد اعتدى عليه وهو صغير، سواء الاعتداء ده كان جسدي أو جنسي، فده ممكن يسبب له وسواس قهري لما يكبر. الوسواس القهري مرض نفسي صعب وصعب علاجه كمان، بس مع الوقت بيقدر المريض ده اللي هو يتكيف مع الناس أو يتكيف مع حياته الطبيعية عادي خالص. الاسترخاء والتأمل واليوجا ممكن حاجات كده بتساعد في علاج الوسواس القهري. في حاجات بتحصل كده بتتصنف تحت بند الوسواس القهري، زي جمع الأشياء وترتيبها، الحاجات اللي بيبقى محتفظ بيها من 10 12 سنة وهو مش عايزها من أساسه بس محتفظ بيها برضه. ومن ضمن الأعراض ديت اللي هو دايما بيفكر في نفسه وفي مظهره، هو شايف نفسه ازاي، هو لازما يبقى جميل في أي وقت، هو شايف كده، وده بيخليه يفكر دايما اللي هو عنده مشكلة في مظهره. في النهاية يا صديقي، الوسواس القهري ده مرض نفسي صعب جدا، وانت لو بالصدفة في حياتك قابلت واحد عنده وسواس قهري، حاول تتقبله، ما تعاملوش اللي هو مريض نفسي، حاول تتقبله بطبيعته، حاول تتعايش معاه، اوعى تعامله اللي هو عنده مشاكل نفسية، لانه يا صاحبي مش هو اللي بيحرك نفسه، هو مجبر من المرض بتاعه اللي هو يعمل حاجات هو مش عايز يعملها. انا كده خلصت حلقة النهاردة، ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. يلا.